السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا النهارده ومراجعة الدراسات الاجتماعية سنة تانية اعدادي. هنبدأ النهارده مع بعض حل نماذج امتحانات الفصل الدراسي الأول من كتاب المدرسة. طبعا كتاب المدرسة فيه 10 امتحانات إن شاء الله على مدار الفيديوهات. لو لقيت منكم تفاعل كبير ولايكات كتير إن شاء الله هبدأ أنزل لكم باقي الفيديوهات لحد ما نقفل العشر امتحانات. في الغالب الامتحان ما بيخرجش بره الأسئلة اللي موجودة عندي في العشر امتحانات دي. بس في البداية لو أول مرة تتفرج علينا انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات المراجعات النهائية في كل المواد اللي إن شاء الله هتوصلك للدرجات النهائية. نسمي الله كده مع بعض، نقول بسم الله. بسم الله. أولا طبعا عندي الجغرافيا. جايب لي هنا خريطة صماء للوطن العربي، وبيقول لي اكتب مدلول الارقام الموقعه عليه. معلش هي الارقام مش باينه بس انا هقول لك ايه الارقام دي ايه. هنا بيقول لي رقم واحد عايزين مضيق، وهنا بيشاور لي على مضيق. طبعا ده هنا عندي مضيق جبل طارق. معلش انا بعتذر لكم بس على الخط عشان انا بكتب بايدي فالخط طالع مش مظبوط خالص. تمام. فانا ايه هقول لكم الاجابات كده وانتوا ايه اكتبوها عندكم. طبعا كلكم معاكم كتاب المدرسه واكتبوا ورايا. نمره اتنين بيقول لي عايزين جبال. هنا بيشاور لي على جبال. دي جبال ايه دي يا شباب؟ طبعا دي هنا عندي جبال البحر الاحمر. طيب نمره تلاته بيقول لي هضبه. هضبه هنا موجوده عندي في شبه الجزيره العربيه. طبعا دي هنا عندي هضبه نجد. طيب نمره اربعه بيقول لي الصحراء. هنا الصحراء اللي اسمها ايه دي يا شباب؟ دي طبعا عندي الصحراء الغربيه. طب نمرة خمسة بيقول لي نهر. نهر ايه ده اللي موجود في مصر يا شباب؟ ده طبعا عندي نهر النيل. طب ب بيقول لي ما النتائج المترتبة على واحد الأهمية الاستراتيجية العسكرية للوطن العربي. قال لي ده والله أدى إلى تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي. طيب نمرة اتنين بيقول لك ما النتائج التي ترتبت على العلاقة غير المتوازنة بين عدد سكان الوطن العربي والموارد المتاحة. قال لي ده والله أدى إلى ظهور المشكلة السكانية. تعال نبدأ نتعرف على المشكلة السكانية. قال لك المشكلة السكانية دي إن أنا عندي دول بتعاني نقص في السكان وزيادة في الموارد. زي دول إيه يا مصر؟ قال لك والله زي دول الخليج العربي. قال لك كمان إن ده على عكس بعض الدول التي تعاني في ارتفاع الكثافة السكانية مقابل نقص في الموارد. زي إيه يا مستر؟ قال لك والله زي مصر. طيب السؤال الثاني بيقول لك بما تفسر. واحد تقسيم الدول العربية إلى دول مختلفة المساحة. قال لك ده والله بسبب إيه؟ بسبب تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي الذي قام بتقسيمه إلى دول مختلفة المساحة تفصل بينها حدود سياسية. طب نمرة اتنين بيقول لك بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة على الأطراف الجنوبية للوطن العربي طوال العام. هقول بسبب قربها من دائرة الاستواء. طيب نمرة ثلاثة بيقول لك أهمية الأودية الجافة في الوطن العربي. إيه يا شباب عندي أهمية الأودية الجافة في الوطن العربي؟ هقول له والله إنها بتستخدم كطرق ومواصلات وبيسهل الحصول منها على المياه الجوفية. بعد كده بيقول لي اكتب المفهوم أو المصطلح الذي تعبر عنه العبارات التالية. واحد حصر شامل للسكان من حيث العدد والنوع والتعليم ومكان الإقامة والحالة الاجتماعية. ده طبعا هنا عندي تعريف تعداد السكان. طيب نمرة اتنين أرض مستوية أو شبه مستوية كونها النهر عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهه على جانبي النهر وقرب المصب. ده طبعا عندي تعريف السهول الفيضية. طيب السؤال الثالث جايب لي فقرة بيقول لك لقد وهب الله وطننا العربي أشكالا مختلفة من مظاهر السطح ساهمت في تحقيق الوحدة بين أبنائه. بيقول لك في ضوء هذه العبارة وضح ما يلي. واحد أوجه الشبه والاختلاف بين جبال الشام وجبال البحر الأحمر. أول حاجة هتكلم عليها هي أوجه الشبه. طبعا أنا عندي جبال الشام وجبال الأحمر الاتنين من نوع الجبال الانكسارية. طيب قال لك جبال الشام دي والله بيمر فيها سهولة نهري العاصي والليطاني. طيب جبال البحر الأحمر قال لك دي فيها بعض الثروات المعدنية. طيب السؤال الثاني بيقول لك الثراء عامل القرب أو البعد عن المسطحات المائية في مناخ الوطن العربي. يعني إزاي عندك المسطحات المائية دي لما بتقرب منها أو تبعد عنها إزاي هي بتأثر في مناخ الوطن العربي؟ هقول له والله حيث المياه تلطف من درجة حرارة المناطق القريبة منها. طيب السؤال الثالث بيقول لك ما العلاقة بين السهول الفيضية والكثافة السكانية بالوطن العربي؟ حاجة أقول له والله السهول الفيضية تتميز بوجود تربة خصبة وبالتالي
ترتفع بها الكثافة السكانية. طيب السؤال الرابع بيقول لك نسبة ونمط المعيشة لكل من الريفيون وسكان الحضر. أول حاجة هقول له النسبة عندي الريفيون 45% وسكان الحضر 55%. طب تعالى نتكلم على نمط المعيشة بالنسبة لكل من الريفيون والحضر. قال لك والله الريفيون دول بيعتمدوا على الزراعة وما يرتبط بها من أعمال. طيب قال لك بقى سكان الحضر، قال لك والله يعملون بالتجارة والخدمات. وبكده نكون خلصنا الجغرافيا. طب تعالى نروح نشوف أسئلة التاريخ. هنا بيقول لك السؤال الرابع بينقسم عندي طبعا إلى ألف وب. ألف بيقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. أركز كويس أوي 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 وأنا بحل السؤال ده، لأن غالبا بيجي فيه مع التصويب، وكتير من الطلبة للأسف ما بياخدوش بالهم من حتة مع التصويب على الرغم إن هم بيبقوا عارفين الإجابة. فأركز وأنا بجاوب. وعشان تأمن نفسك صوب الخطأ لو عندك أي خطأ عشان تضمن إن أنت ما تنقصش، يبقى أنت كده داخل الامتحان تقول أنا هصوب الخطأ حتى لو هو ما طلبش مني التصويب عشان أضمن إن أنا ما انقصش حاجة. طيب واحد بيقول لك من أشهر شعراء العرب، هل النابغة الذبياني؟ طبعا الكلام ده صح. طيب نمرة اتنين بيقول لك عندما ازداد إيذاء قريش للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الشام. لا غلط، هو أمرهم إلى الهجرة بس أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. طيب ثلاثة عرفت المعارك التي خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين باسم السرية. لا، اللي كان بقيادة الرسول كان بيعرف باسم الغزوة. طب إيه السرية دي يا مس؟ قال لك والله هي المعارك التي خاضها المسلمون دون الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. يبقى أنا ممكن أشيل كلمة السرية وأحط له الغزوة، أو ممكن أشيل بقيادة الرسول أقول بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نمرة أربعة بيقول لك اختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة البصرة لتكون مقرا للخلافة. لا غلط، هو عندي اختار مدينة الكوفة لتكون مقرا جديدا للخلافة. طيب نمرة خمسة نجح أبو بكر الصديق في فتح أرمينيا عام 25 هجرية. طبعا الكلام ده عندي غلط، هو مين اللي نجح في فتح أرمينيا يا شباب؟ قال لك عندك عثمان بن عفان. طيب بعد كده بيقول لك ماذا يحدث إذا أطاع الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ هقول له والله لم ينهزم المسلمون في غزوة أحد ولم يتحول انتصارهم إلى هزيمة. طيب نمرة اتنين بيقول لك فشل المسلمون في بناء أسطول بحري حربي. ما الذي كان يحدث إذا يا شباب لو كان المسلمون ما نجحوش في إن هم يبنوا أسطول بحري حربي؟ قال لك والله لتعرضت سواحل مصر والشام إلى الخطر وهجمات الروم المستمرة. طيب السؤال الخامس برضو عندي مقسم إلى ألف وب. أول نقطة عندي في ألف بيقول لك اذكر سببا واحدا لكل عبارة مما يلي. واحد معارضة قريش للدعوة الإسلامية. هنا هو طلب مني سبب واحد بس عشان ما تضيعش وقتك في الامتحان، اذكر سبب واحد بس، ولو فاض عندك وقت وحابب إن أنت تزود أسباب اذكر أسباب أكتر من كده. نمرة واحد هقول لأنها تهدد مصالحهم التجارية ومكانتها بين القبائل. طيب نمرة اتنين قال لك اذكر سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة. هقول بسبب شدة إيذاء قريش للمسلمين. طيب نمرة ثلاثة قال لك اذكر سبب اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. هقول لمناقشة أمر المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان اختيار الخليفة الجديد. طيب نمرة أربعة بيقول لك اذكر سببا واحدا لمقتل عثمان بن عفان. هقول والله عندي الفتنة التي أشعلها زعيم المنافقين عبد الله بن سبأ واحتجوا بها الاتهامات الباطلة على عثمان بن عفان وطالبوا بعزله. يبقى هقول تاني بسبب الفتنة التي أشعلها زعيم المنافقين عبد الله بن سبأ وأخذوا يوجهون الاتهامات الباطلة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وطالبوا بعزله. طيب بيقول لك لمن تنسب الأعمال التالية. واحد نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ليخدع المشركين. ده طبعا عندي كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. طب نمرة اتنين أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب. ده طبعا كان عندي سلمان الفارسي. طب نمرة ستة بيقول لك ألف بعد ازدياد حركة الفتوحات الإسلامية أمر الخليفة عمر بن الخطاب قادة الفتح الإسلامي بإنشاء مدن جديدة في البلاد التي فتحوها. في ضوء هذه العبارة وضح. طبعا زي ما شفنا كده فوق في الجغرافيا ممكن يجيب لي فقرة كده ويسألني عليها بعض الأسئلة. بيقول لك هنا عايزين أمثلة لتلك المدن التي تم بناؤها. أول حاجة عندي مثلا الفسطاط في مصر والبصرة والكوفة في العراق.
طيب نمرة 2 بيقول لك عايزين نعرف ايه أهمية معركة نهاوند عام 21 هجرية. قال لك والله انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وانتهاء دولتهم. طب نمرة 3 قال لك تردد عمر بن الخطاب في فتح مصر. ليه يا شباب عمر بن الخطاب كان متردد قبل ما يفتح مصر؟ هقول بسبب انشغال جيوش المسلمين في مطاردة الفرس والروم. بعد كده آخر سؤال معانا في امتحان النهاردة بيقول لك رتب الأحداث التاريخية التالية من القديم إلى الحديث. عندي رحلة الإسراء والمعراج ومعركة ذات الصواري وفتح بيت المقدس وموقعة أجنادين. طبعا هنا عندي أول واحدة كانت عندي رحلة الإسراء والمعراج. وبعد كده هنا عندي معذرة يا شباب بس عايزين نشيل كلمة أجنادين دي لأن ما عندناش أجنادين في المنهج. هنكتب معركة إيه مثلا؟ هنكتب معركة اليرموك. أنت برضو عدلها عندك في الكتاب. فهنا لما يبقى عندي اليرموك هتبقى رقم 2. طب بعد كده رقم 3 عندي فتح بيت المقدس. وآخر حاجة معايا كانت عندي معركة ذات الصواري. وبكده أعزائي الطلبة نكون وصلنا لنهاية مراجعة النهاردة. أتمنى يا رب إن أنتوا تكونوا استفدتوا منها. وهسيب لكم لينك باقي المراجعات اللي إحنا منزلينها في الدراسات الاجتماعية، حلينا أكتر من محافظة. وعندنا برضو في القناة هتلاقي مراجعات لغة عربية جميلة جدا وإن شاء الله هتعجبكم في مراجعات لغة إنجليزية. تابعوهم كلهم إن شاء الله عشان توصلوا للدرجة النهائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.